لو عايزين تشوفوا العشرة السور دي اتعملت ازاي، ادخلوا معانا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل عشوة سوري، هنعمل بطاطس سوري زي بتاعة المحلات بالظبط، وعندي عيش سوري، وهعمل تومية زي بتاعة المحلات بالظبط السوري برضو. الأول عندي معلقتين نشا، معلقتين نشا كبار، 3 معالق لبن أو حليب، معلقة خل كبيرة، معلقة توم او معلقتين توم مفرومين، معايا نص معلقة ملح وزيت، ومعايا زبادي والمايونيز وكوباية مية. اول حاجة هاخد كوباية المية دي مع النشا واقلبهم على البارد، ادوب النشا في المية على البارد، وبعد كده اخدها على النار، افضل اقلب فيها لحد ما يبقى لونها شفاف. بصوا ادي الطاسة اهي، نسمي ده كده ونحط المية الاول. ادي معلقتين النشا، لما نحطها على النار بقى نخلي التقليب فيها مستمر عشان ما تلزقش. بصوا مجرد ما تحطيها اصلا بتلزق. انا شايفه لسه حطها بدأت وكلكعت. كده لحد ما اتاكد ان ما فيهاش اي كلكعه ومفيش حاجه مكلكعه بتحت. انا كده اتاكدت ان ما فيهاش اي كلكعه، هاخدها على النار افضل اقلب فيها بقى لحد ما تشمع او تعمل لون شفاف زي ما احنا قلنا. كده انا عملت النشا اهو، وصلته للدرجه اللي انا عايزاها. هسيبه كده يبرد مع نفسه، واروح بقى اقشر البطاطس واخرطها واجهزها، عشان اقول لكم ايه سر البطاطس بتاع المحلات السوريه، اللي هو ايه، اللي تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. مش المحلات السوري بس كده، يعني المطاعم كلها بتعملها كده. تمام. دلوقتي انا قشرت البطاطس وخرطتها، سايبه النشا يبرد عشان ما ينفعش يتحط في خلاط وهو سخن. هجيب بقى الخلاط، احط فيه الزيت واللبن ومعلقه زبادي ومعلقتين مايونيز والثوم المفروم ومعلقه الخل، واضربهم كويس عشان الثوم يتفرم. وبعد كده اما النشا تكون بردت، هنزل على احط النشا على المكونات دي في الخلاط، واحط شويه ملح واضربهم. بس كده التوميه بعد ما خلصت اهي، قوامها كريمي وزي بتاعت بره بالظبط. هبدأ دلوقتي بقى جبت علبه عشان عامله كميه حلوه، وايه افضيها فيها. بصوا بتنزل كريمي بكل سهوله، ولا هي مكلكعه ولا هي ايه، ولا هي فيها حاجه. زي بتاعت المحلات بالظبط. البطاطس بقى انا ولعت عليها
بصوا عملت كمية حلوة اهي معايا. تعالوا اوريكم بقى البطاطس دي. البطاطس انا ولعت عليها اهي. السر بقى في البطاطس بتاعت المطاعم ايه؟ ان هو اصلا بتروح له المطعم نص سوا. ازاي؟ يعني هما بيولعوا عليها وقبل ما تستوي بيطفوا النار عليها ويسيبوها في الزيت شويه، بعد كده يولعوا النار تاني وتتحمر خلاص بتوصل للون الذهبي، بتبقى حلوه قوي. وبعد كده يطلعوها وكده تبقى ايه مقرمشه من بره طريه من جوه. بصوا كده بقى الطوميه اهي. بصوا بالمقدار اللي انا قلت لكم عليه عمل لي علبه مليانه اهي. كميه حلوه قوي مناسبه. انتوا ممكن بقى تحطوها في التلاجة بالنسبه ان احنا في الحر لسه تحط في التلاجة عشان ما تحمضش، وايه تاخدي منها على قد ما انت عايزه وتطلعي منها عادي. انا كده على طول بعملها كده. ودخولها التلاجة على فكره ما بيغيرش من طعمها برضو. كده انا طفيت على البطاطس ورجعت ولعت عليها تاني. وال جبت هنا الكاتشب والمايونيز هو كان موجود، التوميه اللي احنا عملناها. وده بقى العيش السوري اهو. انا معايا هنا الفين. هقول لكم هعمله ازاي دلوقتي. ومعايا هنا ايه بصوا طاسه كده عامله زي الجريل. جبتها هنا ودهنتها زيت عشان اطبق عليها العيش بعد ما اعمله. بقى عشان اوريكم هما بيعملوه ازاي. بصوا ادي كده الرغيف جبناه اهو. بعمله بتنين من الجنب اليمين شويه، ماشي، من الجنب الشمال شويه. وبعد كده ببدأ ادهن المايونيز. انا رحت طلعت بطاطس الاول بصوا اهي بنفس اللون بتاع بره ونفس القرمشه وما بتشربش زيت بالطريقه دي. تعالوا بقى نكمل. نجيب الكاتشب. بطاطس سخنه ومش عارفه امسكها.
هجيب معلقه تانية احط فيها التوميه. احنا كده حطينا طبقه مايونيز فوق من تحت، والكاتشب والبطاطس. نجيب هنا التوميه اللي احنا عملناها. ممكن الحاجه اللي مبحبهاش تقللي منها شويه، يعني انت في ايديك عشان تعمليها في البيت. ممكن مثلا متحبيش كاتشب كتير هتحطيه قليل. نجيب كاتشب تاني. انا عشان بحب الكاتشب بكتر منه. بعد كده بقى هبدأ اتني من هنا، واطبق الرغيف من هنا كده. ادي اول واحد، وهعمل التاني زيه بالظبط. وبعد كده ايه اطبعهم على النار. بعد كده اوريكم التقديم في الاخر. كده بعد ما طبعت العيش اهو، حطيت كاتشب وتوميه. اتفرجوا بقى على احلى عشوة، ولا الحوجة للمحلات السورية يا جماعة. بصوا، حاجة من صنع ايديكي. كفاية بس ان الزيت اللي انت بتقلي فيه عارفة ان هو نضيف. حتى التومية برضو انا اللي عملتها. جربوها بقى بطريقتي اه واكيد يعني هتطلع بالطريقة دي، هتطلع بنفس الشكل ده كريمي كده، وهتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.